رمال السودان الملطخة بالدماء يمكن رؤيتها من الفضاء. ده عنوان تقرير لصحيفة التلجراف بيسلط الضوء على تحقيق نشره معمل الأبحاث الإنسانية في جامعة تيل، اعتمادا على صور الأقمار الصناعية لمدينة الفاشر السودانية قبل وبعد سقوطها في يد ميليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات. الصور بتوضح وجود بقع حمراء كبيرة على الأرض وتجمعات لأجسام طولها من متر ونص ل2 متر. الفريق اللي حلل الصور دي قال إنها متطابقة في الحجم مع أجسام بشرية، وقال كمان إن الشكل العام للأجسام دي بيتراوح بين حرف سي وجي، وده شكل الجسد لما بيقع بعد ما بيتضرب بالنار وهو بيجري. التحليل وضح إن الأجسام دي موجودة حوالين العربيات وعلى طول الساتر الرملي اللي ميليشيا الدعم السريع بنته لحصار المدينة خلال الشهور اللي فاتت، وده نفس المكان اللي شهود محللين قالوا إنه استخدم كموقع إعدام ميداني. كمان ظهر في الصور تغير التربة للون الأحمر، وده رجح الباحثين إنه ناتج عن برك الدم. الصور اللي اتاخدت بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة تعتبر أول دليل بصري يوثق المجازر اللي حصلت هناك، ويثبت إن عمليات القتل كانت واسعة النطاق ومتكررة في أماكن مختلفة داخل المدينة.